السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير انتوا وأولادكم. النهاردة يا حبايبي دي تاني يوم في المصيف. كانوا الجماعة كمان بيسهروا مبجوش إلا الفجر، الشباب ولادي وأبو مالك وجوزي. فأنا قلت بقى أنا أقوم بقى، كنا الساعة 10 الصبح، قلت أقوم أجهز ايه الفطار معاكم كده زي ما انتوا شايفين كده، علشان ايه هم يقوموا من النوم يلاقوا الفطار جاهز. كنت نزلت البلد جبت خضار، وطبعا جبت عيش من الطابونة، ودي الرحال اللي انا موريها معاكم اللي انا خبزاها معاكم، وجبت فول مدمس وفي قشطة بيض، وجبت خيار، ودي طبقين فول برضو زي ما هم اهو، وجبنا اللي هي عبور لاند الصفرة وبيضة، وجبت شيبسي ورحالي. ما نوعت كده في الاكل كده، فطار كده خفيف، وجبت ازازة مية والكوباية جنب مني اهي، ودي الجبنة الحادقة الفلاحي بتاعتنا احنا. كانوا هم برضو لسه نايمين في شلة ابو مالك اللي مصحياه معايا عشان يصور لكم الحاجات اللي انا عملتها الحلوة الجميلة دي البسيطة. دي برنجان اخضر وفلفل اخضر مخلل، وبرضو كنت قلت جنبهم طبقين بطاطس جنب الشيبسي، لان في عيال فيه بياكل كده وفي بياكل كده. وبعد ما خلصنا فطار طبعا شطفنا وغيرنا هدومنا ولبسنا بقى هدوم المصيف، ونزلنا بقى ايه البحر شويه زي ما انتم شايفين كده. ابو مالك بيصور لكم الاجواء اللي هي ايه بتاع البحر من فوق ومن ايه، يعني من فوق كده على العالي ومن على الواطي زي ما انتم شايفين يا حبايبي كده. المية طبيعية خالص عادية اهي، في موجة بسيطة تخش جوه تبقى أعلى شوية زي ما أنت عايزة، يعني شوف في ناس في الأول وفي ناس في الآخر. أنا طبعا كنت في النص كده، لا كنت لا بين دوت ولا دوت لأن أنا بخاف طبعا من المية. كنت أنا وعيلتي بقى اللي هم أولادي، ربنا يبارك لي فيهم ويخليهم لي، وجوزي وأبو مالك. أبو مالك ماشي يصور شوية ويرجع يدي التليفون لابني الكبير. فكنا إن شاء قضينا يومين بسم الله ما شاء الله، يومين جمال وحلوين، وفسحة جميلة عقبال عندكم ما تتفسحوا كده. بصراحة المصيف حاجة جميلة خالص. دي كنا في الوقت دي كان ايه بعد العصر بحوالي نص ساعة كده، يعني ايه داخلين على المغرب كده. كل ما نقول للعيال يلا اطلعوا يقولك لا المية جميلة. بصراحة المية كانت سخنة ودافية، والموجة كانت هادية في اليوم دي. تاني يوم دي اللي كانت هادية زي ما انتم شايفينها هادية خالص. يعني ابن الكبير هو معدي اهوت وولاد التاني، وهيجوا معاكم هما بيلعبوا كورة في البحر. حاجة بسم الله ما شاء الله، حاجة متعة جميلة أوي أوي أوي. بجد انا اتبسطت، يعني انا جيت البلد النهارده. انا بقول لجوزي احنا عايزين نرجع تاني، احنا قعدنا 3 ايام. بقول لجوزي احنا عايزين نرجع تاني. حاجه جميله والله، متعه حلوه. وشوف الناس قاعده قد ايه. فيه ناس على فكره، في ناس بتمشي وناس بتيجي. شوف الناس كتير اهي. دي في ناس منهم بتمشي، يعني ناس مشت واحنا قاعدين، وناس جت علينا واحنا برضو قاعدين زي ما احنا. يعني في ناس برضو لها شقق هناك مستقيمه بقى، أنا على طول ما بتجيش الا هناك قبل المغرب بحوالي ساعه عشان الحار. في حاجة جميلة أوي والله يا ولاد، بسم الله ما شاء الله، متعة حلوة أوي أوي أوي. في أماكن بقى بتلاقيها هادية، الناس فيها هادية وحاجة بسيطة، وفي ناس تلاقيها زحمة زي شوفي في الآخر هناك هي زحمة. يعني اللي بيبقى الهادي دي بيبقى الناس بتاعته مشيت. بدأت الموجة تعلى هي للصدر النفر كده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. فاحنا بقى الليل خش علينا اهو، هنبدأ بقى نروح علشان ايه نجهز ايه العشاء معاكم اللي هو الغدا. الشمس هي غروب الشمس بتروح اهي، عشان نبدأ بقى نجهز الغدا معاكم. عامله برضك اكل بسيط كده. الميه جايه لصدر النفر كده، حاجه جميله كده. شوفوا ابو احمد ابو مالك مصور الموجه بس كده من على الوش كده ازاي. ميه رايقه. وعلى فكره الميه في الوقت دي بتبقى بين العصر والمغرب، دي الميه دي فات وبتبقى جميله او تبقاش عايزه تطلعي منها خالص. ومسويه حاجه خفيفه ازاي، الموجه بتروح وتيجي حاجه بسيطه ازاي. مره بتعلى ومره بتهدى. ابو مالك يا جماعه كان خد التليفون مني وكان نزل الميه زي ما انتم شايفين كده بيصور الميه، على قد ما هو كان خايف لا التليفون يقع منه في قلب الميه، بس قال لي انا هصور الاجواء كده وانا في قلب البحر كده مع اولادي. دوت ولادي بيلعبوا كوره طايره في قلب الميه، وهو كان معاهم برضو، بس بيصور كده اجواءهم كده وهم ايه في الميه، بيقرب اجواء الميه كده للكاميرا لكم زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. بصوا بقى يا حبايب قلبي، احنا بعد ما فطرنا الساعه 10 الصبح نزلنا السوق، حجزت فراخ تشوي. واحنا هناك عجب ابو احمد كتف بجناح كده، فقال لي انا عايزك تجيبي لي من ديت يعني كيلو اتنين زي ما اجيب، اعملها له في صينيه مع الفراخ المشويه زياده يعني. فطبعا جبت بقى البطاطسيتين عملتهم شرايح، وبصلتين وقرنين فلفل وجزره، كل ده عملته شرايح كده.
ني زي ما انتم شايفينهم كده. كنت غسلتهم وظبطتهم. وطبعا الكتف بالجناح دي مسكته برضو، غسلته وظبطته ونقعته بميه بليمون بملح. وقمت جايه بقى زي ما انتم شفتهم كده، غسلتهم قمت جايه حطاهم فوق البطاطس والجزر والحاجات اللي انا عملتها، الخضار الشوارح دي. جبت شويه فلفل اسمر حطيتهم، كمون، ورق لورا زي ما انتم شايفين البهارات كده. هجيب برضو شويه ملح، وكنت برضو ضربت الطماطم زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. حط الحدق زي ما انت عايز. الطماطم انا ضربها اهي، هجيبها برضو كدلقها عليه. بسم الله ما شاء الله، والله العظيم كانت صينيه طعمها جميل وكنت تحفه. ادلق الطماطم على وشها زي ما انتم شايفين كده، وهخضخض شفشق الخلاط بشويه ميه صغيرين، لان هي جناحه بكتف ما بتغيبش في السويه يعني. لان بقيت الصدور دي بتتباع برضو بتمن تاني، تتعمل شرايح بانيه. كنت بقى انا عملتها زي ما انتم شفتوا، دي طلعتها، دي الشكل النهائي طلعتها من الفرن. دي الفراخ المشويه اللي كان ابو مالك راح يجيبها بس ما كانش هنا عشان يصور لكم الرز البسمتي وانا بعمله الطريقه. هوريه لكم مره برضو في فيديو مع بعض واحنا بنعمله مفلفل وجميل ازاي. ده رز بسمتي. وده صينيه الجناحه بالكتف زي ما انتم شايفين في الاول. ودي الفراخ المشويه. دي كان تاني يوم في الاكل في المصيف. كان حاجه جميله والاكل كان جميل وعيالي اتمتعت وابو مالك اتمتع معاني. كان احلى حاجه عندي، وكانت اول حاجه بسطاني انني بسطت احمد ابو مالك اللي هو احمد اخوي. طبعا الفراخ هيت كان الراجل مقطعهاش، سابها سليمه كده يا حبيبي زي ما انتم شايفين. وعملناها شوهالي هيت، كانت ريحتها برضو جميله وكانت حلوه. برضو هبدا اغرف معاكم زي ما انتم شايفين. ايه رايكم في الاكل البسيط الجميل دي؟ وشوف صينيه الكتف بالاجنحه، كانت ريحتها وطعمها وشكلها بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. دي كانت نهايه الاكل بقى زي ما انتم كده شفتوا يا حبايبي. ديت السفرة بقى اللي احنا عملناه، وهنقعد ناكل مع بعض. انتوا يا جماعة نتغدى سوا. حطينا فراخ مشوية، عملت رز بسمتي، عملت في النص كده اللي جناحة بالكتف زي ما انتوا شايفين بالبطاطس. اللي عايز ياكل دي ياكل، عايز ياكل دي ياكل. ايه رأيكم؟ حاطة برضو جنبها ليمون اخضر مخلل، حاجة ساقعة، مية. ايه رأيكم يا جماعة؟ اعملوا لنا لايكات يا جماعة عشان الفيديو يكبر بكم. وايه رأيكم في الاكل البسيط دي؟ تعالوا اتغدوا معانا يا جماعة. حاجة بسيطة خالص وبس. احلى ما فيه ان احنا في الرحلة دي كلها ان احنا اتبسطنا واتمتعنا بجد بجد. وهنروح تاني ان شاء الله، هنبقى مع بعض في كل خطوة نعملها بإذن الله. فانتوا ايه رأيكم يا جماعة؟ انا بشكركم اخواتي وامهاتي على الكومنتات اللي انتوا كتبتوها لي الحلوة، والكلام الحلو اللي التعليقات اللي انتوا قلتوها لي حلوة في التعليقات، حاجات جميلة وسمعتها. وبشكركم كلكم كلكم على الكلام الجميل والكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه لي وبتقولوه في حقي. تحرمش منكم ابدا يا رب، وخلي لكم عيالكم ورجالتكم يا رب وفاديكم. ايه رايكم يا حبايبي؟ دي تاني يوم بقى. ايه رايكم في الاكل كنا يا جماعه بقى بعد ما شفتوا الاكل الجميل ديت اتعشينا. طبعا كنا هناك بعد العشاء اتعشينا، وبعد ما اتعشينا قمنا جايين متشطفين ومغيرين هدومنا، لبسنا هدوم خروج ونزلنا السوق اهو اللي هو بتاع الملاهي واللعب والحاجات دي. اللي عايز يشتري مثلا لبس، يشتري حاجه ياكلها، يشتري حاجه يلبسها. طبعا انا عيالي شباب وكل عيل بقى اللي نفسه في حاجه بيروح يجيب. هما معاهم فلوس وبيجيبوا. شوفوا يا جماعه هنا حصنه وجمال اهي في السوق اهي بتتأجر. الشباب والعيال الصغيرة والناس كل حد اللي عايز حاجة بيركبها يعني عادي. جميلة قوي. ودي طبعا عربيات الناس اللي بتبقى بتنزل المحلات تشتري حاجة. اللي ابو مالك كان بيصور الاجواء دي من فوق، من فوق زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا ماشيين بقى هنا وهو اللي بصور من فوق زي ما انتم شايفين كده، بصورنا الناس. بنبقى نقعد على المظلة اللي هي زي ما الناس قاعدة كده برضك. متعة جميلة، متعة متبقيش عايزة تبطلي ماشي في السوق خالص. وشحالة برضك الملاهي جميلة قوي. عيالي ركبوا مرجحة كده بتطلع لفوق كده، بقيت خايفة عليهم لا يقعوا فيه منها. هي دي ملاهي برضك. دي مرجحة عادية كده على الواطي بس بتبرم كده بتلف كده، حاجة غريبة كده. وفي مراجح على العالي وفي على الواطي وفي الأطفال، كل حاجة ولها حاجة كده. بس حاجة جميلة قوي والله بسم الله ما شاء الله. متبقيش عايزة تروحي يعني. أنا بقيت أروح يجي الساعة 2 بالليل واسيب ولادي مع خالهم ما بقوش هناك الا الفجر. لان خلاص كنت تعبت، ما كنت اقعدش قادره لا امشي ولا اتفرج. وطبعا بنشرب برضك عصير قصب، بناكل جيليتي ايس كريم، وبنتفسح حاجات كتير بقى. متعه جميله وحلويات وحاجات كده انت بتشوفيها وبتجيبيها برضه. ايه رايكم يا جماعه؟ والله متعه جميله قوي قوي قوي.
دي الملاهي هي يا حبايبي، دي من اولها اهي، اول دخلتنا الملاهي. هنبدا معاكم واحده واحده. شوفوا المرجحه العاليه ديت هتطلع معاكم اهو، هوريها لكم. هي اللي كنا راكبين فيها بتطلع واحده واحده، اللي هي الطويله ده اللي عامله زي العمود ده اهي. فيها دايره اهي، بتطلع واحده واحده اهي. والاخر خالص لما هي بتلف كده على البطيء زي ما انتم شايفين اهي، الناس اهي تحس ان حاجات صغننه بتطير كده اهي. كل ما بتطلع للعالي كل ما بتعلى ايه، بتلف قوي. كانوا ولاد هم الشباب وخالهم بصورهم. طبعا دي كنت خايفه فيها منها قوي، لان كانوا العيال بيصوتوا، لان بصراحه كانت عاليه قوي قوي. هتلف هي كل مدى ما بتلف قوي ازاي. حاجه جميله قوي قوي قوي، بسم الله ما شاء الله والله. دي مرجحه برضك بتلف اهي، بتروح كده هي عامله زي اهي. شوف فين في اخر الدنيا، على راي جوزي، لا طايله سما ولا طايله ارض. بتلف كده لما لحد ما تنزل لتحت وترجع تطلع لفوق. دي برضك مرجحه اهي بتلف، هي دي فيها اطفال برضك وناس كبيره. وفي مرجحه تانية عامله زي المركبه بتروح وتيجي. وهناك واحده هي برضك بتلف صناديق. حاجات جميله قوي. يعني شوف المرجحه العاليه دي اهي، كل ما هي طلعت لفوق وبتنزل برضك زي ما هي كده اهي، تنزل لتحت للاخر وترجع تترفع على فوق تاني. ايه رايكم؟ ديت بتنزل لتحت يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. واللي هي في الاخر ده خالص ده اهي، دي للعيال الاطفال بيطلعوا من على سلالم كده وهي منفوخه وهي زي زحلقه كده، اللي هي ورا ده حمرا ده. هي كده اللي مرجحه بتنزل خالص تحت، هي تنزل للارضيه. احنا كنا واقفين تحت خالص اهو، احنا هناك خالص اهو. فتنزل لتحت اهو ونازلين ايه في منها. هي بتقوم واقفه بقى، نقوم جاي مفككها بقى، لان بيبقى مربطهم اهوت عشان ما ينفعش ان هم ايه تبقى مش سابه، عشان ما يقعوش في العلو دي. اهي ولادي هي يا حبايبي. كده وقفت. هيجي بقى نفككها كده واعملها. دي برضك نوع مرجحة تانية اهي، بتطلع برضك بالراحة واحدة واحدة، عاملة زي الصينية كده، هما في قلبها برضك متربطين. والاخر تقعد تلف كده. هي كده على الهادي لسه. الحاجة في اي مراجيح من دي بتبقى على الهادي، والاخر تقوم مسرعة. حاجة جميلة، وفي ناس بتستحملها وفي ناس ما بتستحملهاش برضه. والمرجحة اللي هي في الجنب الدايرة ده اهي برضك بتلف. ما تنسوش يا جماعة تعملوا لنا لايك، وعشان الفيديو ده يكبر بيكم، وعشان يوصل ل10,000 لايك، عشان انتوا اخواتنا وحبايبنا وبقيتوا اهلنا. واحنا حبيناكم والله من كلامكم الجميل وكلامكم الحلو اللي بتقولوه لي في الكومنتات. ما تحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. عشان انا برضك اختكم الصغيره. دي مرجحه تانية يا جماعه زي ما انتوا شايفين كده، برضك بتاع عيال صغيره كبار. على فكره المراجيح كلها عامه بتبقى لكبير وصغير، بس في هنا مراجيح صغننه خالص تلاقيها حصانه صغننه كده، دي بتاع الاطفال ما ينفعش كبار يركبوها. لكن المراجيح اللي انا بوريها لكم دي كلها، اللي ابو مالك بوريها لكم دي كلها، بتبقى كبير وصغير عادي. يعني بتبقى قاعده مثلا وشايله عيلها على رجلها، مش شرط يعني. بجد والله متعه جميله قوي يا اولاد. انا بصراحه ما عايزه ارجع تاني. يعني انا جيت النهارده بقول لجوزي احنا عايزين نرجع تاني، من حلاوه الناس وحلاوه المتعه. 3 ايام حسيت ان هما يوم واحد من حلاوتهم، لان كل يوم بيبقى احلى من اليوم اللي قبله. الفسحه ومقابله الناس، وبتتعرفي على ناس على فكره هناك وبتتكلمي معاهم. يعني انا اتعرفت امبارح على جماعه من طنطا، اتكلمت معاهم ما كانوش عايزين يسيبوني والله. في البحر وبره البحر برضو كنا على البلاج. بنسهر نروح نقعد على البلاج، ناكل ترمس، ناكل ايس كريم. دي الكلام ده بالليل، حاجه جميله قوي. نقعد على البلاج بالليل مع بعض انا وابو مالك وولادي وجوزي زي ما انتم شايفين كده. دي برضك نوع مراجح. شو بتعمل ازاي؟ بتعمل كده على البطيء برضك. دي طبعا ما ينفعش يركبها الا الكبار، الناس الكبيره كلها. يعني تعمل كده وترجع تقوم مسرعة برضك. تلاقيهم فرحانين في الأول برضك ويجعزوا، بس هما اتعودوا على كده. يعني في ناس متعودة على المراجيح دي. اهي الدايرة اللي كنت بحكي لكم عنها اهي، برضك تبدأ تلف بالراحة وتقوم مسرعة برضك مرة واحدة. حاجات كلها جميلة. ايه رأيكم؟ ايه رأيكم في الجمال اللي انا بوريه لكم دي؟ احنا عامة والله كل سنة بنروح نصيف يوم واحد ونيجي. بس قلنا بقى ان ايه نشوف شقة المرة دي ونأجر ونعيش كده يومين كده حلوين. دي كنا بقى بدأنا نشتري بقى ايس كريم تاني مرة، لان طبعا من الاكل والجو الحر بتعوزي حاجه ساقعه او عصير او كده. ايس كريم باشكاله اهو.
في بطعم المانجا، في بطعم الفراولة. هنا بقى يا حبايب قلبي كنا جهزنا الشنط من بالليل عشان نصبح نروح الساعة 8 الصبح. دي تالت يوم الفسحة اللي كنا فيها. فزي ما انتم شايفين كده يا حبايبي احنا مروحين اهو. وما تنسوش تدعوا لنا دعوة حلوة من قلبكم وتدعمونا عشان القناة تكبر بيكم ووصلوا الفيديو دي ل10,000 لايك. ايه رأيكم يا جماعة؟ اكتبوا لنا في التعليقات على الرحلة الجميلة اللي هو ال3 ايام اللي احنا قضيناهم دول. اسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.